السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد في قناتكم ملعب الزمالك. عندنا مواضيع مهمة جدا هنتكلم فيها، ولكن كالعادة قبل ما أحكي لك الحكاية، قبل ما أحكي لك التفاصيل، ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. انزل اخبط لايك الفيديو، اشترك في القناة لو أنت مش مشترك عشان يصلك كل فيديوهاتنا. طبعا أول حاجة حابب أتكلم فيها، شايف في روح انهزاميه من جمهور الزمالك على السوشيال ميديا ان احنا هنتغلب في ماتش الاهلي وان احنا الطرف الاضعف، وكل الناس بتقول لك ان الاهلي هيكسب الزمالك، وفي ناس بتقول لك ان الزمالك هيخسر بسكور، وفي روح انهزاميه عند جمهور نادي الزمالك. افتكر حاجه واحده بس، انت الزمالك، انت الزمالك. وياما دقت على الراس طبول، والزمالك كان في يعني الزمالك اخر ماتشات كسبها قدام الاهلي كان الزمالك الطرف الاضعف. الزمالك كان في السوبر الافريقي كل الناس بتاكد ان الزمالك بنسبه 99% هيخسر ماتش السوبر الافريقي، ولكن الزمالك قدر ان هو يكسب، وقدر ان هو يكافح، وقدر ان هو بالروح وبالدم وبرجوله في الملعب قدرت ان انت تكسب حتى لو ضربات جزاء في ماتش السوبر المصري. الاهلي ما عرفش يكسبك غير بضربات الجزاء، حتى لو انت الطرف الاسوأ فتبقى انت الزمالك. فعشان كده نتمنى من كل جمهور نادي الزمالك العظيم الدعم ثم الدعم ثم الدعم. بلاش الناس اللي هي بلاش تمشي ورا الناس التافهه اللي قاعده تتريق على الزمالك على السوشيال ميديا. انا ممكن اتريق على الزمالك واجيب مشاهدات، ولكن للاسف خلاص هم خدوا ان احنا لما نتريق على الزمالك والمشاهدات موجوده جمهور الاهلي هيكون مبسوط، ونقلل من نادينا جمهور الاهلي هيكون مبسوط. فهم في ناس كده للاسف، في ناس خدت ان هي خلاص عرفت السكه، انا هتريق على الزمالك وهقلل من نادي الزمالك فهتلاقي عندي مشاهدات. ولكن احنا نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير جدا. احنا في عندنا يعني ازمه، عندنا اسكواد مثلا ممكن تكون شايفه ضعيف، ولكن انا بقول لك بالروح بالرجوله في الملعب ببعض التنظيم الزمالك قادر ان هو يكسب الاهلي يوم السبت ان شاء الله. نتمنى ان يكون في روح، نتمنى ان يكون في دعم للاعيبه، دعم من كل حاجه. سيبك من الاداره، احنا دلوقتي بنشجع نادي الزمالك. انا ما بشجعش لا حسين ولا مرتضى ولا اي شخص، انا بشجع نادي الزمالك، بشجع كيان نادي الزمالك. فعشان كده نتمنى من كل الناس المحترمه شجع ناديك وخليك عندك روح، ما تبقاش انهزامي، خلي عندك روح ان انت داخل تكسب انت الزمالك. حتى الزمالك وهو في اضعف حالاته يبقى الزمالك، ما عندوش مجلس اداره يبقى زمالك، زي ما قال عصام الشوالي ما عندوش فلوس يبقى زمالك، هو فريق بطولات. فانت فرقتك ان شاء الله باذن الله يوم السبت ان شاء الله هنشوف رجاله في الملعب. لو اللعيبه نزلت بروح ورجوله ولعبت عشان خاطر الجمهور العظيم، انا بقول لك الزمالك قادر يكسب الماتش. الاهلي كله ما فيش فيه غير لاعب واحد بس، الاهلي كله فريق عادي باستثناء امام عاشور. هو امام عاشور اللي عامل الفرق في النادي الاهلي، منه لله، حسبي الله ونعم الوكيل في الشخص اللي وداه او خلاه يطلع بره نادي الزمالك ويروح للمنافس. ده طبعا المفروض ان هو يحاسب، ان هو بيفكر نفسه بيقول على اللجنه اللي هي المنبطحه اللي موجوده حاليا هي اللي دمرت نادي الزمالك. انت اللي دمرت الزمالك من الاول، ماشي، انت اللي دمرت الزمالك من ساعه ما فرطت في امام عاشور، لاعب كان افضل المواهب في مصر. بس مزعلاني لما النهارده كنت بتفرج على ماتش بيراميدز بيلعب فيوتشر اخر فريق في الدوري او الفرقه اللي بتنافس على الهبوط. الفرقه دي ما كسبتش الزمالك، يعني ما كسبتش فريق السنه دي غير الزمالك. فرقه فيوتشر دي ولا مودرن سبورت ما كسبتش فرقه السنه دي في الدوري غير نادي الزمالك. النهارده بيراميدز كسب 1-0 ووصل النقطه تقريبا يعني 33، وفرق بينه وبين الزمالك 6 نقاط، والاهلي بينه وبين الزمالك 5 نقاط، والموضوع بعد والزمالك بيتراجع الى الخلف. وواضح جدا ان في روح عند لاعيبه بيراميدز. اللي مزعلني ان انا نادي جماهيري، نادي بطولات، لعبت بتلعب بدون روح، لعبت بتلعب بدون شغف، ما عنديش اي دوافع. حتى الدكه لما تشوف مدرب بيراميدز وتشوف دكه بيراميدز بتعترض على كل كوره وبتتفاعل عن كل كوره وبتروح تعترض على التحكيم في كل كوره، ده فرقه بطولات. انما انت النادي بتاعك فين؟ نادي الزمالك فين؟ لا عندك مدير كوره ولا عندك اداره. الزمالك امبارح في ماتش بتروجيت، هو ظروف ماتش الزمالك امبارح لو زيزو سجل واحده بس من اللي زيزو ضيعهم كان الزمالك خد الثلاث نقاط. لو مثلا اتحسب لك ضربه جزاء من الثلاث ضربات جزاء اللي ما اتحسبوش واحده بس كان الزمالك خد الثلاث نقاط عادي، وكان الماتش هيفتح وكان الزمالك ممكن يكسب ثلاثه كمان. ولكن انا بقول لك امبارح الحكام في ماتش الزمالك لو انت خدت بالك، عشان اعرفك بس ان الدوري ده متوجه وانا مش عايز اتكلم، ولكن اقسم بالله بغض النظر عن اداء احنا بنلعب اسوأ كوره، ماشي، احنا بنلعب اسوأ كوره. ولكن الزمالك امبارح في ماتش بتروجيت اتظلم تحكيميا. ازاي ان انا في الاول كوره الحكم حسب ضربه جزاء، الفار اشتغل لو انت خدت بالك وتعالى قال له تعالى شوف الكوره صح. طب الفار ليه ما اشتغلش في كوره الجزيري؟ طب الفار ليه ما اشتغلش في الكوره بتاعت لمسه اليد بتاعت بتروجيت؟ طب الفار ليه ما اشتغلش في كوره عبد الله السعيد على الاقل قال له تعالى شوفها؟ ما الفار كان شغال بس في اللعبه اللي الراجل حسبها على يعني الراجل حسب ضربه جزاء للزمالك، الفار لغاها. فالفار شغال الا في الحاجات اللي ضد الزمالك بس. ده اللي يعرفك ان الفار شغال عشان يخدم نادي واحد، هو ان النوس. امبارح لما انت تتفرج بعد ماتش الزمالك وانت مظلوم تحكيميا وليك مش اقل من ضربتين جزاء وتروح تشوف المنافس، امام عاشور اتكعبل، رجليه الاثنين خبطوا ببعض، امام عاشور بيجري بالكوره رجليه الاثنين خبطوا ببعض، الحكم حسب ضربه جزاء وراح شافها في الفار وحسبها ضربه جزاء.
فانا قلت لك من اول الدوري ده هيكون اسوأ موسم تحكيمي. طيب الزمالك عمل ايه؟ ما عملش اي حاجه. اداره الزمالك عملت ايه؟ ما عملتش اي حاجه. انا كنت قاعد مستني المنبطح اللي ماسك النادي يطلع بيانات، يهاجم التحكيم، يهاجم الناس، يهاجم الرابطه اللي راحت ادت الجايزه للاعب بتروجيت عشان سجل هدف. طب ما الماتش تعادل، ايه المشكله يعني اي واحد يسجل هدف دلوقتي بقى راجل المباراه. يعني الراجل اللي بيلعب طول الماتش لحد الدقيقه 85 تم اعلان ان بنتاج رجل المباراه. فالزمالك للاسف اللي زعلك على حال نادي الزمالك مش عشان خساره ولا عشان تعادل، يزعلك على الاداره اللي ماسكه نادي الزمالك للاسف منبطحه بشكل مرعب، منبطحه بشكل مرعب. ماشي. طيب بغض النظر عن كل ده، الزمالك لازم يكون عنده روح، يعني روح قويه جدا خلال الماتش اللي جاي، لانه ماتش مهم جدا. الزمالك يقدر يكسب الاهلي، او اضعف الايمان ما نخسرش عادي. انما ما تبقاش انهزام، ما تبقاش قاعد مستني ان انا اخسر. بتحسس اللعيبه ان انت اضعف، اضعف من الاهلي. بتحسس، بتوصل الروح للانزماء للعيبه. اللعيبه لما تلاقي ان هي وراها جمهور بيديها الروح، بيديها الدعم ان احنا هنكسب، لازم نكسب، ما فيش مفر غير ان احنا نكسب. اللعيبه هتنزل عشان تكسب. ماشي. نتمنى طبعا ان شاء الله ربنا يوفق الزمالك يوم السبت باذن الله، ويقدر ان هو على الاقل يكسب الاهلي. وممكن ليه لا، مفيش حاجه صعبه. نادي الزمالك نادي كبير جدا، وياما دقت على الراس طبول، وياما في عز الازمات نادي الزمالك موجود وبيطلع وبيكسب بطولات وبيكسب دوري. ولكن نادي الزمالك مشكلته الوحيده هي في مجلس ادارته. على مدار التاريخ بيجي له شويه اوباش بيديروا النادي، اوباش وعرر حرفيا، هلاهيل بيديروا النادي. النادي ده يستحق مجلس اداره قوي. والله النادي ده لو عنده مجلس اداره مش جاي عشان يسمسر، ولا جاي عشان السنترال يجيب صفقات كسر ويسمسر فيها. انا بقول لك النادي ده لو عنده رجاله شغاله بس عشان النادي، عشان النادي ده بس يقف على رجاله، بقول لك النادي ده هيرجع يبقى اقوى نادي في مصر. ولكن هم مش عاوزين يبقى اقوى نادي في مصر، خلاص. هم عاوزين كل حاجه. لو انت خدت بالك تروح للننوس، الننوس هو اللي واخد كل الدعم. هنبني له 5 6 فروع، كل ما يقعد يقول لك مفيش فلوس، يقوموا بانيين له فرع سابع. طب هنبني لك ملعب من فلوس الزيتون. تجاره الزيتون الايام دي بتكسب فلوس كتيره جدا. يعني اتمنى من كل الناس انها تزرع زيتون في البيت. ماشي. اتمنى ان الزمالك بيزرع فرع اكتوبر كله زيتون. انما تشوف المنافس الاعلام كله معاه، الدنيا كلها معاه. طيب جمهورك ايه؟ جمهور نادي الزمالك هو اللي باقي. فالجمهور ما يبقاش هو كمان عنده روح انهزاميه. الجمهور هو اللي باقي. جمهور نادي الزمالك هو اللي في ظهر الفرقه طول العمر. لو كل الناس دي اتحدت علينا، جمهور الزمالك هو اللي موجود. فنتمنى من كل الناس ما تمشيش ورا الناس اللي هي للاسف اللي هي بتعشق اللي هي التفاهات. وشويه في عيال كده، في عيل كلكم بتتفرجوا عليه طلع يقول لك ان هيحصل في ماتش القمه بلس 18، وان الاهلي بعد ماتش الاسماعيلي لما كسب الاسماعيلي 4 ان الاهلي هيعمل في الزمالك ده اهل، ده زملكاوي بتسمعوه كلكم. ده كل ده واحد زملكاوي بتسمعوه، عنده مشاهدين وعنده متابعين والناس كلها بتحبه. وفي اهلاوي كله انا اهلاوي بس انت زملكاوي محترم، عشان هو بيقلل من ناديه. هو زملكاوي محترم وانت لسه بتتفرج عليه وفاكر ان هو محترم، وهو مش محترم. اي حد يقلل من ناديه مش محترم. اي حد يقلل من نادي الزمالك هو مش محترم. خلاص خلصت الحكايه على كده. الاسماعيلي الاهلي كسبان 4 ده عادي، الزمالك كسبانه 2-0 باسوأ ماتش لعبناه. الزمالك كسبان الاسماعيلي 2-0 في اسوأ كره لعبناها. واحنا لعبنا كره في ماتش الاسماعيلي؟ هو احنا اصلا كنا موجودين في ماتش الاسماعيلي؟ كسبنا 2-0 وماتش ماتش سيء جدا من نادي الزمالك، ولكن كسبنا عادي. فالاسماعيلي مش اقوى فرقه. الاسماعيلي مش هو الاسماعيلي بتاع زمان. الاسماعيلي في الوقت الحالي بينافس على الهبوط، عنده ناس اول مره تسمع اساميهم. فالاسماعيلي طبيعي ان هو يتغلب 4 عادي. ماشي. انما مش العادي او مش من الطبيعي ان الاقي جمهور الزمالك عنده روح انهزاميه، والاقي ناس يوتيوبر زملكاويه للاسف بعدين يقللوا من نادي الزمالك. اصل الاهلي هيعمل ما اعرفش ويساوي. هيعمل ايه؟ هم 11 واحنا 11. هم 11 واحنا 11 من الموضوع. هو هو افضل. يعني بص، امام عاشور هو اللي في فرقه الاهلي. امام عاشور هو اللي في فرقه الاهلي. لو عرفنا نوقف امام عاشور، او لو المدير الفني كان عنده خطه ان هو يوقف امام عاشور في ماتش الاهلي اللي جاي، انا بقول لك الزمالك يقدر يفوز. بالسكواد المهلهل ده، وبالسكواد المرعب اللي قبل الماتش ده، وبالفرقه المالتي دي. نقدر. ليه لا؟ طول عمرنا نادي الزمالك في اصعب الاوقات بنظهر. طبعا مصير زيزو من المشاركه في ماتش القمه. طبعا للاسف بعض جمهور الزمالك ابتلع الطعم خلاص. انا بقول لك انا هفضل ادافع عن نادي الزمالك، ولا فارق معايا تزعل من رايي ولا تزعل من اي حاجه. انا بقول لك في ناس زملكاويه هتزعل للاسف. في ناس زملكاويه يا رب زيزو ما يلعب، يا رب زيزو ما يشارك. ايه المشكله؟ عادي. كل الفرق كل الناس بتضيع عادي. هو الراجل ما كانش موفق في الماتش ده وما كانش ماشيه معاه، وجاله كره في العارضه وكره ثانيه ضيعها، ولكن هو الراجل ما كانش موفق وضيع علينا الماتش. مش هل ده خلاص نقتله؟ الراجل اللي شايلنا بقاله 5 سنين. يا ابني انت ما عندكش فرقه. انت بقالك 3 سنين ما عندكش فرقه. احنا بنقول الفرقه فيها زيزو وعبد الله السعيد، انت ما عندكش فرقه. فالراجل اللي كان شايلك وقع، انت بقى ما جبتش له حد يشيل معاه. انت غلطتك ان انت ما جبتش له حد يشيل معاه. فلاقي ناس من جمهور الزمالك يقول لك يا رب زيزو ما يشاركش، يا رب زيزو يكون مصاب وما يلعبش. هو في يا جدعان؟ هو احنا وصلنا لكده؟ اللجان اللي هي انت ماشي وراها وصلتك لكده، اللجان اللي خلتك تكره شيكابالا
واللجان اللي كانت بتتريق عليه بعد كل ماتش وان هو لما بينزل الزمالك بيخسر بلعت الطعم. انت ماشي ورا اللجان، دمرت محمود علاء بنفسك. اللجان اللي انت مشيت وراها برضه ودمرت محمود علاء انت لسه ماشي وراها. الدمار اللجان اللي خلتك اللي بتتريق على اسطورتك اللي هو شيكابالا وبتنتقدك وماشي وراها وبتتريق عليه وبتتريق على ناديك، انت لسه بتسمع كلامها، انت لسه ما فقتش من الغيبوبه. للاسف في بعض من جمهور الزمالك ماشي ورا اللجان الاهلاويه اللي هو زيزو مش مهم، زيزو ما بيعرفش يباصي، زيزو لاعب ما بيعرفش يلعب. يا عم مين اللي بيقول الكلام ده؟ يا عم اسمع بس، افهم قبل ما تبلع الطعم وقبل ما يضحك عليك ويديك على قفاك. افهم بس، امام عاشور افضل لاعب في الاهلي اقسم بالله العظيم. قبل ما يروح الاهلي كانوا بيقولوا عليه ما بيعرف يلعب ولا بيعرف يعمل اي حاجه، وكانوا بيقولوا عليه ايمان عاشور. انتوا نسيتوا؟ يا عم انا كذاب، خش على الصفحات بتاعه الاهلي وهات كده من 2021 في الدوري بتاع فيريرا اللي كسبناه لما امام عاشور كان بيساهم في كل ماتش، كانوا بيقولوا على امام عاشور بعد اي ماتش، كان كل ما امام عاشور يجيب هدف يتريقوا عليه. انما دلوقتي امام عاشور عشان عند النادي الاهلي وجوه النادي الاهلي امام عاشور افضل لاعب في مصر ماشي. انما الزمالك ماشي جمهوره العظيم بيهاجم اللاعب اللي عنده، اصل هو ما جددش. يا عم سيبه ما جدد ولا ما جددش، يستحق ولا ما يستحقش. جمهور الاهلي ما فيش فارق معاه. انا بقول لك هو يعني زيزو عويل، زيزو ما كان يقدر يطلع ياخد 3 مليون بره ب 150 مليون في الموسم اكتر من اللي هياخده في الزمالك، وجاله اكتر من عرضه ويقدر يروح الاهلي ياخد الرقم اللي هو عاوزه عادي. ايه المشكله يعني؟ هل الاهلي اللي دفع لتريزيجيه 70 مليون وجاب عمر الساعد ب 50 مليون وجاب بن شرقي بمليون بحوالي 80 مليون في الموسم مش هيقدر يدي لزيزو الرقم اللي هو عاوزه؟ لا يقدر يدي الرقم اللي هو عاوزه. لكن زيزو امبارح في تصريحاته مع سعاد يونس ديت في صاحبه السعاده، الراجل محترم وراجل شاري نادي الزمالك لاخر لحظه، وراجل بيقول لك انا الزمالك عنده ازمات وعندنا كل شويه يتم تغيير مجالس ادارات وتيجي مجالس ادارات تانية، مفيش استقرار في النادي ولكن الجمهور هو اللي باقي، وراجل بيحب نادي الزمالك. ولكن انا بقول لك جمهور الزمالك بلع الطعم، او دي لجان مستحيل دي تكون جمهور، مستحيل ديت لو دي جماهير الزمالك لو اللي بتهاجم زيزو. يا عم انا مش هاجم زيزو، الراجل امبارح كان مصاب قال لك ده بيتهرب من ماتش الاهلي. الراجل ابلغ زملائه في الفريق ان هو هيكون جاهز لماتش الاهلي. زيزو بنفسه بلغ اللاعبين في الفريق ان هو هيكون جاهز لماتش الاهلي، وكمان في فحوصات طبيه بكره قبل التدريب عشان يتم حسم موقف زيزو. نتمنى طبعا ان شاء الله كل التوفيق للزمالك، ونتمنى من جمهور نادي الزمالك ان هو يصحى، ما تخليش اللجان تقودك، ما تخليش اللجان تمشيك. هنفضل نقول ونعيد، لو انا اخر واحد على القناه او عنديش الا 10 مشاهدين هفضل انبح في صوتي واقول لك اللجان بتاخدك وبتبلعك الطعم. اللجان اللي خلتك تكره شيكابالا، اللجان اللي خلتك دمرت محمود علاء، هي نفس اللجان دلوقتي اللي بتخليك تهاجم زيزو بعد كل ماتش يطلع يتريق على زيزو. مش بيتريق على زيزو دلوقتي، هو بيتريق على زيزو بقاله 3 سنين، ولكن انت ساعدته عادي. ايه المشكله؟ امام عاشور لما مستواه وقع ايه اللي حصل؟ حد يقدر يكلمه؟ عادي، امام عاشور كان مستواه واقع قبل كده ماشي، ايه اللي حصل؟ محدش قدر يتكلم، كان مستواه واقع ومحدش قدر يتكلم، عادي رجع لمستواه لان هو وراه جمهور بيدعم. انما انت جمهورك للاسف هو اللي بيدمر ناديه، جمهورك او بعض منهم طبعا هو اللي عاوز يدمر النادي. الكلام ده مش هيعجب حد، في بعض الناس خلاص دماغها اتغسل ان زيزو ده وحش وان زيزو ما بيعرفش يباصي وان زيزو دوت لاعب مش عارف ايه وال 100 مليون الكلام ده. حط ال 100 مليون على جنب، انسى كل حاجه دلوقتي. زيزو لاعب مهم جدا للفرقه. في واحد بيقول لي هل زيزو مهم جدا في ماتش الاهلي؟ اكيد طبعا زيزو يعني انا هسألك سؤال، مين اللاعب اللي تحط عليه امل في ماتش الاهلي؟ انت كزملكاوي مين اللاعب اللي عندك في الفرقه تحط عليه امل في ماتش الاهلي؟ هو زيزو، ما عنديش غير زيزو. الاهلي هيعمل حساب لزيزو ولا يعمل حساب لمحمد عاطف؟ سؤال بسيط يعني، سؤال بسيط لجمهور الزمالك والله، الناس اللي هي بتفهم كوره. الاهلي هيعمل حساب لزيزو حتى لو برجل واحده مش في افضل حالاته لزيزو، ولا يعمل حساب لمحمد عاطف؟ اكيد لزيزو، اكيد لزيزو. زيزو يبقى لاعب مهم جدا. المترجم بتاع كولر لما طلع تقريبا مع سيف زاهر قال لك الخطه كلها كانت بتبقى مبنيه على زيزو، كولر كان بيبني خطته كلها على زيزو. فزيزو يبقى لاعب مهم جدا لنادي الزمالك، وهفضل اقول واعيد انا بالنسبه لي مصلحه نادي الزمالك اهم من اي حاجه، ومش همشي مع السكه ومش هدمر ومش هعمل زي الناس اللي هي دمرت ناديها بايديها عشان بعض الجماهير للاسف عاوزه يعني تثبت حاجه او تثبت وجهه نظرها، او في واحد بيحاول يثبت وجهه نظره ان زيزو فاشل وان زيزو ما بيعرفش يباصي وفي ناس ماشيه وراه. ده عيل تافه، ده عيل تافه ما تمشيش وراه. هو اي حد يقول لك اي حاجه تسمع كلامه؟ زيزو يبقى لاعب مهم جدا، وزيزو مهم جدا في ماتش القمه، وزيزو مهم جدا لنادي الزمالك، وما تسمعش لاي حد يقول لك الكلام ده. انا بقول لك واللجان اللي بتقول لك ان زيزو ما بيعرفش يباصي عشان بس تبقى خدت القفا وانت ساكت ماشي. زيزو لو راح الاهلي نهايه الموسم، شفت الناس اللي كانت بتهاجم زيزو بتقول عليه بالونه؟ شفت الناس اللي كانت بتقطع في زيزو؟ شفت الاعلاميين والعيال اللي هم الدلاديل دي كلها منهم زملكاويه اللي كانوا بيقطعوا في زيزو؟ يقول لك زيزو لاعب مهم جدا، زيزو ازاي يروح الاهلي؟ طب ما انت اقف دافع عن اللاعب بتاعك، اقف دافع عن النادي بتاعك. انا بقول لك جمهور الاهلي هقول لك شربتها يا كروديا لو زيزو راح الاهلي، ولكن انا عندي
امل ان زيزو هيقعد في نادي الزمالك وهيجدد ان شاء الله، ولكن نتمنى ان شاء الله ان جمهور الزمالك ما يبقاش الدبه اللي قطعت صاحبها، او بعض منهم طبعا، لان في بعض من جمهور الزمالك ناس محترمه وفاهمه اللي بيحصل وفاهمه اللعبه. اللجان هي اللي بقت بتسرح الجروبات، جمهور يعني جروبات الزمالك كلها بقى فيها لجان، جروبات الزمالك كلها بقى فيها لجان. فانت ما تمشيش ورا اللجان، انت ليك راي وليك عقل تفكر فيه. زيزو مش مهم، زيزو ما بيعرفش يباصي. ازاي ما بيعرفش يباصي؟ يعني انت دلوقتي بعد 5 سنين جايب لك فين بطولات وكان شايلك، جاي النهارده تقول له انت ما بتعرفش تباصي؟ طب ما كنت يا اسطى تقول له من اول ما جه الزمالك انت ما بتعرفش تباصي. ولا هو لما كان بيسجل وبيجيب اهداف هو اجمد لاعب، انما لما مثلا هبط مستواه، طبيعي اي لاعب بيهبط مستواه، طبيعي اي لاعب بيهبط مستواه، الا مثلا محمد صلاح. حتى محمد صلاح في بعض المواسم هبط مستواه شويه، ولكن اللاعيبه الكبيره لما بيكون وراها جمهور بترجع بسرعه. فانت بدل ما تدمر ناديك، بدل ما تدمر لاعيبتك، ادعم ناديك وادعم لاعيبتك، وما تمشيش ورا العيال اللي بتقول لك اصله بياخد 100 مليون. يا عم ياخد اللي ياخده، وانت مالك؟ انت مش دافع حاجه من جيبك ولا انا دافع حاجه من جيبي، الموضوع بسيط جدا. ياخد مليار. هو يعني زيزو عويل؟ هل مثلا الزمالك هيدفع له اكتر من اللي هياخده بره؟ لا، زيزو هياخد من بره اكتر من اللي هياخده من الزمالك. ومش قصتنا تجديد زيزو خالص، قصتنا ان انت ما تقدرش تهاجم في اللاعب بتاعك. طب انت ليه ما بتشتمش دونجا يا اسطى؟ عشان تعرف بس ان هم الجن. هم ليه ما بيشتموش دونجا؟ هو دونجا ده مش اسوأ لاعب في الزمالك؟ هو ليه ما حدش بيشتم دونجا؟ هو ليه ما حدش بيشتم الجزيري؟ هو ليه ما حدش بيشتم كل الناس اللي ما بتعرفش تلعب في الزمالك؟ هو الزمالك فيه فرقه؟ هل مثلا الزمالك فيه 11 لاعب جامدين وبيطلعوا نار من بقهم وزيزو واحد اللي بيضيع الفرقه؟ انت ما عندكش فرقه، الفرقه بتاعتك ملط، مفيش فيها غير زيزو، وهو مش هيشيل الفريق لوحده ومش هيحارب لوحده. الناحيه الثانيه عمال يجيبوا له اشرف بن شرقي وامام عاشور ووسام وجريشار وتريزيجيه في نهايه الموسم، ولسه هيجيبوا صفقات، وعمال يدعم في نص الملعب. وانت ما عندكش، ما عندكش غير لاعب واحد شارك بقاله 5 سنين. ماشي، الله يعني ما فيش. حتى بعد عبد الله السعيد وناصر ماهر ما جه اهو، ناصر ماهر اللي كان الناس بتقول لك اصل ناصر ماهر، ايه رايك انت في ناصر ماهر؟ ناصر ماهر انا قلت لك ما يشيلش فرقه. ناصر ماهر لاعب زي فتوح، لاعب مزاجي، ينزل في لحظه يضرب لاعب ياخد له طرد 3 ماتشات. انا النهارده كنت محتاج ناصر ماهر في ماتش الاهلي، مش موجود. احمد حمدي مصاب، عبد الله السعيد راجل 38 سنه هطلب منه اكتر من اللي هو بيعمله. يعني انا هطلب ايه من عبد الله السعيد اكتر من اللي بيعمله في الملعب؟ مين اللي عندك تاني؟ مين اللي ما عندكش؟ انت ما عندكش حد قائد في الملعب، ما عندكش حد يقدر يشيل فرقه، ما عندكش حد عنده المكسب، ما عندكش حد. انت عندك لاعب مهم في الفرقه اسمه زيزو، فعاوز تدمره دمره، كمل. ولكن طبعا اتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك، وان شاء الله ربنا يوفق الزمالك قدام الاهلي يوم السبت ونفرح كلنا باذن الله. والزمالك يبقى زمالك، ما عندوش فلوس يبقى زمالك، اداره ما عندوش اي حاجه، الزمالك هو الزمالك، الزمالك باقي عشان وراه جمهور عظيم. كده طبعا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اشوفكم على خير، سلام.